سهل لي في قراية الكتاب ولطريق الجنة سهديني. السلام عليكم، معكم عائشة الفوة، أبلغ من العمر 15 سنة، وأنا اليوم أمثل مدينة الداخلة وادي الذهب في المسابقة التجويدية الرمضانية التي تقدمها جريدة الداخلة الآن في نسختها الثالثة على صعيد الأقاليم الجنوبية. لقد سبق وشاركت في النسخة الأولى، ولله الحمد حزت على المرتبة الأولى في تلك النسخة، وفي النسخة الثانية لم أشارك لولوج بعض القوانين والضوابط المقدمة مسبقا من قبل منظمي المسابقة. بدأت مسيرتي في حفظ كتاب الله العظيم وأنا أبلغ من العمر 5 سنوات على يد الشيخ حسن حلاوة جزاه الله خيرا. بعدها انتقلت إلى الأستاذة الفاضلة خديجة ضميش، والتي كان لها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في إتقاني لقواعد التجويد وحسن الترتيل. بعد ذلك عدت إلى الشيخ حسن حلاوة لأتمم حفظ كتاب الله، ولله الحمد لقد أتممته في هذه السنة. وأود أن أشكر من هذا المنبر كل من ساهم في تحفيظي ولو حرفا واحدا من القرآن الكريم، ويرجع الفضل كله إلى الله سبحانه وتعالى، بعدها الوالدان اللذان حفزاني على حفظ كتاب الله العظيم وشجعاني لحفظه. وأود أن أشكر جريدة الداخلة الآن لهذه المبادرة الطيبة المباركة التي تشجعنا وتحفزنا على حفظ كتاب الله. ونصيحتي لمن هو مقبل أو له الرغبة في الحفظ، أنصحك وأنصح نفسي في تخصيص وقت للحفظ وللتثبيت، وخصوصا وضع ورد يومي حيث يكون فيه تكرار كل ما سبق. وأتمنى من جميع الأقاليم الجنوبية أن تدعمنا، وبالخصوص مدينة الداخلة وادي الذهب. السلام عليكم، معكم عائشة الفوة، أبلغ من العمر 15 سنة، وأمثل مدينة الداخلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى، وثمودا فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى، فغشاها ما غشا، فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون
ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم.